اترك القيادة للرب لجويس ماير. ليس من الضروري أن ترى السلم بأكمله، فقط اصعد الدرجة الأولى. دي الجملة اللي ابتدى بيها الكاتب، وقال إن واحد من أسرار الاستمتاع بحياتنا هو إننا نسمح لله إنه يقودنا بدل من محاولتنا لشق طريقنا في الحياة. إحنا شركاء مع الله في كل حاجة بنعملها، لكن معرفتنا بالأفضل لينا معرفة محدودة، لأننا ما نعرفش نشوف المستقبل، لكن الله عارف كويس واطمن هو هيقودنا. وهنا سأل الكاتب: هل أنت بتتبع ربنا ولا بتحاول تخلي ربنا هو اللي يتبعك؟ فلو أصريت على رأيك ومشيت ورا أفكارك وعقلك ومشاعرك، ربنا هيسيبك بحريتك، لكن النتيجة هي تعاستك. لكن لو سبت ربنا يقودك كل يوم وفي كل موقف وكل خطوة، هتستمتع بالبركات والفرح والسلام اللي مش بييجوا غير بتبعيته. أول طريقة علشان تتبع الله هو إنك تسمع صوته وتطيعه. وفي أشعياء 30 عدد 21 بيقول: وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق أسلكوا فيها. افتكر إن لينا وعد من الله إنه هيرشدنا، بس لازم نختار إننا نسمع الله لما بيتكلم ونسكت الدوشة اللي في حياتنا، ونبقى حساسين لصوته الهادي. وده بالعلاقة الحميمة مع الله والصلاة ودراسة الكتاب المقدس اللي بيساعدونا نتعرف على صوت الله لما بيتكلم. وعشان كده محتاجين نحارب الأصوات اللي بتحاول تأثر على سماعنا لصوت الله، زي مشاعرنا وأفكارنا وأصحابنا وعائلاتنا وأوقات إبليس والعالم. وبيأكد الكاتب إن معظم الوقت الله مش بيتكلم بصوت مسموع، لكن بنسمعه بقلوبنا. وأحياناً بيتكلم عن طريق إنه يفكرنا بالروح القدس بحق ووعد في كلمته، وأحياناً تاني يدينا أفكار مش ممكن كانت هتخطر على بالنا من نفسنا. وبيوضح الكاتب إن الله مش بيتكلم في الأمور المهمة والملحة بس، لكن بيرشدنا في كل المواقف حتى الصغيرة، لأنه بيحبنا وبيهتم بأصغر تفاصيل حياتنا. افتكر إن كل مرة مش بنطيع فيها الله ده بيخلي سماع صوته أصعب في المرة اللي بعدها، لكن كل مرة هنطيعه هنتدرب أكتر على سماع صوته وهيبقى أسهل مع الوقت. تاني طريقة علشان تتبع الله هو إنك تدور على نعمته في كل موقف أو محاولة أو قرار. والنعمة هي قدرة الله اللي بتعيننا علشان نعمل أمر معين بسهولة، فلو النعمة مش موجودة هيبقى كل حاجة صعبة ومحبطة. والنعمة مش بتشيل كل العوائق من طريقنا أو تخفي كل التحديات، لكن مع وجود النعمة هنحارب حروبنا بإحساس إن الله في صفنا ولينا النصرة منه. وقال الكاتب إن الله عايزنا نتبعه، وفي مزمور 32 عدد 8 و9: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. الله هيتكلم وهيقود وهيرشد وهيوضح خططه ورغباته، لكن افتكر إنه مش هيجبرنا على تبعيته ولا هيفرض علينا إرادته بالقوة، لكن بيدينا الاختيار علشان نقرر نتبعه ولا لأ. وقال الكاتب إن في 5 أمور بتعطل ترك القيادة للرب. أول أمر: مشكلة القلق والهم بدل الثقة في الله. والقلق والهم هما الطريقتين اللي بنحاول نعرف بيهم اللي ما يعرفوش غير ربنا، فنقضي يومنا في محاولة الحصول على إجابات بتخص المستقبل، ونبقى زي بني إسرائيل اللي كان ربنا بيديهم المن اليوم بيومه، لكن رغم كده كانوا بيحاولوا يجمعوا منه لبكرة، فكان بيفسد، لأن كل اللي عليهم إنهم يثقوا إن الله هيديهم معونة لكل يوم بيومه. وناس كتير مش بتقدر تترك القيادة لله، لأن هم مش قادرين يثقوا إن الله متحكم في كل الأمور، فيحاولوا يتولوا المسؤولية فاكرين إنهم بكده هيضمنوا بكرة. لكن الحل هو إنك تثق في الله وتتأكد إنه مسيطر على كل شيء، وإنه يقدر يقودك في أفضل طريق ليك، وهيديك معونة تكفي اليوم بيومه. تاني أمر بيعطلنا إننا نترك القيادة للرب هو سؤال: إزاي يا رب؟ ناس كتير بتحاول تلاقي إجابات للسؤال ده، هتعملها إزاي دي يا رب؟ ولما مش بتلاقي إجابة من ربنا بتقرر تاخد قيادة حياتها. وبيأكد الكاتب إننا مش محتاجين نعرف ربنا هيتدخل إزاي، لكن نثق بس إنه متحكم في الأمور وإنه صالح وهيدينا الإجابات اللي بنحتاجها في وقته هو. ولغاية ما يعمل كده بيشجعك الكاتب إنك تصلي وارتاح وثق فيه إنه عنده حلول مش ممكن تخطر على بالك. تالت معطل لقيادة الرب: سؤال إمتى يا رب؟ الانتظار صعب، وناس كتير مع الوقت بتلجأ إنها تتدخل بطرق بشرية بدل من انتظار قيادة الرب وطرقه. افتكر إن ربنا مش هيعجل الأمور، لكن مش هيتأخر أبداً، ففي الوقت المناسب هيتدخل. اهدى
وسيب القيادة لله وثق في توقيته وصلاحه. رابع معطل، سؤال ليه يا رب؟ أوقات ربنا بيخلصنا من المواقف الصعبة، لكن أوقات بيسمح إننا نجتاز فيها. وناس كتير لما بتمر بوقت صعب بتقرر تسحب ثقتها من ربنا وتقود حياتها بنفسها. وبيشجعك الكاتب إنك تفتكر إن ربنا لما بيسمح إننا نمر بوقت صعب ده لخيرنا، عشان عايز يعلمنا أمر معين. وافتكر إنه هيكون معانا في الوقت ده وهيبعت معونة وقوة. اختار تسلم الدفة لربنا وتثق في صلاحه. أخيراً، استمتع بقيادة الله لحياتك لأنه بيحبك وعايزك تعيش أفضل حياة، وهو وحده اللي يعرف الطريق الأفضل ليك ويقدر يقودك فيه. الكتاب مليان بالتفاصيل الحلوة، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر لما تطلع عليه. ربنا معاك.